السلام عليكم ورحمة الله. شوف المصيبة اللي وقعت للشيخ. شوف هذا كيف يمشي وأمه بجنبه تمشي خلفه. هنا لا تعتقد أن هذه الأشياء تأتي صدفة، لا لا. شوف الآخر يعمل لهم كمعجزات وهم يتهافتون عليه. شوف ماذا يفعل لهم. أنا قلت لكم هذا الشيء لا تعتقدون أنه صدفة، إنما هذا من الله، لأنهم يوم طعنوا في صحابة النبي في زوجات النبي فسلط الله عليهم المصائب والويلات. هم يعتقدون أنهم يفعلون أشياء تقربهم إلى الله، بالعكس هم يفعلون أشياء شركيات. فيوم تكلموا في عرض النبي في أصحابه فسلط الله عليهم كل المصائب، منها المتعة حتى اختلطت الأنساب، لم يعرف هذا أبوه أو ربما هذا أخته أو هذا زوجته أو كذا كذا. ثم سلط الله عليهم أنهم يضربون أجسادهم بالسكاكين والسلاسل والدماء، ويصاب الواحد بعاهات مستديمة، يزحفون كالحشرات يأكلون التربة، ثم يستغيثون بغير الله، يعني ابتعدوا عن التوحيد واعتقدوا أن كل شيء في الآئمة، ثم يبكون بدون سبب. شوف، ومنهم من يضرب وجهه في هذه صور وبالحذاء ورأسه، يعني مصائب سلطت عليهم. هم يعتقدون أنهم في نعمة ولكنهم في مصائب لم تكن من قبلهم عند أي قوم. فيوم ابتعدوا عن الطريق المستقيم وابتعدوا عن التوحيد فسلط الله عليهم المصائب والبلاوي. وهذا كل شيء يعني الذي يفعله فهو من ألسنتهم التي تطعن في صحابة النبي وعرض النبي. ومن هو السبب في تضليل هؤلاء؟ هو المعمم. ليه؟ لأن المعمم تركهم هكذا كي يستفيد هو من هذه الأموال. هذه أموال الخمس. هم لم يريدوا للشيء أن يتفقه أو يبحث أو يسأل، لا، يريد له أن يبقى مثل البهائم، يزحف، يأكل تربة، يلطم، يبكي بدون سبب، يتسبب في إعاقة في جسمه كي يجمع هو ويعطيهم الخمس. وإن كان فقيرا يدفع الخمس. ليه؟ يدفع الخمس للمعمم. والمعمم أنت تعرف أموال العراق تسلط على السيستاني ونصفها أعطاها للعراق ولحاكم أمريكا، يأخذون من الفقراء ويعطون للآخرين. هم أغنياء ولكن يطمعون في الفقراء. فلهذا المجتمع مجتمع مدمر، والسبب هو المعمم، وهو يعتقد أن كل شيء في المعمم. لهذا يقلدون المراجع، وهو يدافع عن المرجع أكثر من ما يدافع عن النبي وعن أهل بيت النبي. فلهذا هم تمسكوا بالمراجع فأكالوا أموالهم واستباحوا عرضهم. حتى المعمم لا يسمح لبنته أو ابنته أن تتمتع وهو يتمتع ببنت الفقير وبنت الضعيف، فالسبب هو المعمم. وهذا